بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخوان عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الضرب تحت الحزام ضد النادي الاهلي، نصيحة للمسؤولين في النادي الاهلي، من اول كابتن محمود الخطيب لاصغر عامل غرف ملابس او على بوابة النادي الاهلي. تعاملوا مع اتحاد الكورة رسمي، تعاملوا مع اتحاد الكورة باللوائح والقوانين الفيفا. يا ريت هم ياخدوا حقهم واحنا ناخدوا حقنا. التعامل لابد ان يكون رسمي مع الناس اللي بتتعامل مع النادي الاهلي بهذا الاستهانة بالشكل ده. يعني الاستهانة دي والتعامل مع النادي الاهلي بالشكل ده، ده فيه استخفاف بالنادي الاهلي ومجلس ادارته. فيا ريت كابتن محمود الخطيب يتعامل تعامل حازم مع مجلس ادارة اتحاد الكورة، وخصوصا حازم امام وفيتوريا وجمال علام واتحاد الكرة. نروح بقى لكابتن الخطيب بيتواصل مع مهاجم النادي الاهلي الجديد، وخالد غندور بيعلق على عودته عبر قناة الزمالك، وحلقة مهمة جدا لمعرفة كل الأخبار والحقائق. نبدأ بكابتن محمود الخطيب. كابتن محمود الخطيب بيتواصل مع رئيس سيراميكا كليوباترا لتعاقد مع جون أوبوكا. يقود محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والمفوض بإدارة شؤون الكرة بالنادي مفاوضات تعاقد مع مهاجم جديد لتدعيم خط هجوم الفريق قبل انطلاق الموسم بناء على طلب السويسري مارسيل كولر. كلنا رحنا لسوزا موليكا، لكن في النهاية شكلها هترسي على إوبوكا. كابتن محمود الخطيب بيتواصل مع محمد أبو العينين رئيس مجلس إدارة سيراميكا لكليوباترا من أجل الحصول على خدمات النيجيري جون أوبوكا مهاجم فريق سيراميكا في فترة الانتقالات الصيفية الجارية. يأتي ذلك بعد فشل المفاوضات مع جوستافو سوزا مهاجم فريق جون باك الكوريا الجنوبي، وعدم التوصل لأي اتفاق مع مهاجم حتى الآن. وفي سياق آخر، واصل خالد عبد الفتاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم من النادي الأهلي برنامجه التأهيلي قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل كامل، ويخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي من أجل التعاقد تماما من الإصابة التي عانى منها مع ختام الموسم الماضي بكسر في الترقوة، وخضع لجراحة على أثرها في مطلع الشهر الجاري. وقام خالد عبد الفتاح بالمشاركة في جزء من التدريبات مع نادي الأهلي وفقا لبعض الإجراءات الوقائية طبقا لتعليمات الجهاز الطبي. وكان الأهلي قد أنهى مرانه الصباحي الذي أقيم ضمن المعسكر الإعدادي المقام حاليا في النمسا استعدادا للموسم الجديد، وبدأ المران بمحاضرة من جانب مارسيل كولر المدير الفني للفريق، حرص خلالها على شرح بعض الأمور التي ينوي تطبيقها خلال التدريبات المقبلة. طبعا خالد غندور وطارق يحيى بيعودان إلى قناة الزمالك، ده لازم نعمل لهم فيديو مخصوص.